السياسية، هناك الكثير من التجاذبات، هناك الكثير من الأطراف التي ربما تريد أن تؤثر على الإعلام وعلى الصحفي. هناك ما يطلق عليه بصحافة الشيتا، يعني الصحافة الموالية، هناك الصحافة المعارضة كذلك. لكن هناك الصحافة الموضوعية. أعتقد بأن الدور الصحفي يمكن أن يكون موضوعي على الرغم من التحديات. التحديات موجودة على الواقع، على أرض الواقع نستطيع أن نقول بأن الكثير من التحديات تعترضنا، ولكن دائما إيصال الكلمة الحقيقية، لأن ما يميز الآن ما يطلق عليه بقيم الصحافة هي المصداقية. عندما تكون هناك مصداقية، هذه المصداقية القنوات الإعلامية الكبرى المعروفة على المستوى العالمي بماذا اكتسبت مصداقيتها أو مشروعيتها؟ بالمصداقية، أن تقدم الخبر كما هو بغض النظر، لأن ليس مطلوب من الصحفي عندما يكون الصحفي يقدم الخبر كما هو، حتى لو تكون هناك ربما مساءلة قانونية، عندما تكون لديه الوثائق، عندما تكون لديه كل المستندات والأدلة، فهو بطبيعة الحال قدم خبر لا أكثر ولا أقل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الموضوعية، أنا في اعتقادي بأن عندما نكون موضوعيين في طرح المسائل، بمعنى أن لا يتحامل الصحفي على السلطة ويرى بأن السلطة دائما هي الغول، السلطة هي المعارضة، لابد النظر إليها بالمعارضة على أن السلطة أو والي أو وزير أو حتى رئيس جمهورية يمثل اتجاه معين. عندئذ تكون مهمة الصحافة ليست مهمة البناء، باعتقادي تكون مهمة الصحافة هي مهمة الوقوف إلى طرف ضد طرف آخر. وهذا ما هو موجود الآن في الغرب. على سبيل المثال لو أوباما على سبيل الرئيس الأمريكي يخطئ، الصحافة سوف تبين أخطاءه بغض النظر، لأنه ليس بشخص مقدس. لو يصيب ويقوم بأشياء ممكن تخدم المجتمع، العكس كذلك سوف تكون المهمة هي الإشادة بذلك. إذن المهمة الرئيسية أنا في اعتقادي بأن الصحافة هي سلطة رقابية، ليس سلطة تشريعية ولا تنفيذية، لأن ليس بيد الصحفي أو حتى مؤسسة إعلامية صحفية مهما كانت قيمتها بأن تغير من الواقع في شيء، إنما أن تقدم الحقائق كما هي بغض النظر. لأن عندما ننظر إلى السلطة في الجزائر، ممكن هناك بلدان فيها السلطة أسوأ بكثير مما هو في الجزائر من فساد، لأن المؤشرات والأرقام الموجودة عندنا سواء من صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي بما يتعلق بالفساد، بما يتعلق بحرية الرأي، لأن هناك أسس في الحقيقة لابد أن نعتمدها. هذا المشروع اللي كنا نتحدث عليه، مشروع قانون الإشهار ومشروع الإعلام، قانون الإعلام اللي يطبق وإلى غير ذلك، حتى ولو شهد النور تطبيقا يبقى محل تساؤل، هل التطبيق هذا سوف يكون موضوعي أو غير موضوعي؟ من الذي يفرض الأمر الواقع؟ على اعتقادي الصحفي والإعلامي هو الذي يفرض أمر الواقع عندما يكون على قدر المسؤولية والتحدي. لأن مهما تكون مهنة الصحافة كأي مهنة معرض فيها الإنسان للمخاطر، معرض فيها للمساءلة، معرض فيها لكل شيء، لكن يجب عليه بطبيعة الحال أن يتحلى بروح المسؤولية اللي كنا نتحدث عليها سابقا. إذا لا نتصور بين اعتقادي أن الأمر سهل كما يعتقد البعض، إنما الأمر يتطلب الكثير من المجهودات، والمجهودات لن تكلل بالنجاح إلا إذا فرض الصحفي نفسه. إذا الصحفي إذا لم تكن عندنا، نعطيك مثال النقابة، نتحدث عن نقابة الصحفيين، إذا كانت نقابة الصحفيين على سبيل المثال الهدف منها أن البعض يريد من خلالها الوصول إلى اللقاء مع المسؤول، الوصول إلى إجراء جلسات اجتماعات، بينما نقابة مثلا تظهر ولحد الآن لم نظهر بيان معين يبين وضعية الصحفي على سبيل المثال. ما هي صعوبات مثلا مراسل الصحفي؟ هل عندها صعوبات؟ عندها مشاكل؟ ما عندهاش مشاكل؟ ما هي المسائل الاجتماعية اللي يعاني منها الصحفي مثلا؟ هل لديه سكنات متوفرة؟ هل لديه سهولة في التنقل؟ هل لديه سهولة في الوصول إلى مصدر الخبر؟ فإذا ما فائدة هذه النقابات إذا كان عقدنا اجتماع على سبيل المثال من أجل أن نلتقي مع والي أو نلتقي مع وزير أو نلتقي مع مسؤول معين؟ المشكل في الكثير من الأحيان من الصحفي بحد ذاته. الصحفي يتموقع يتخندق، وإذا تخندق الصحفي تغيب مهمة الصحفي وتغيب كذلك حقوقه، لأنه يطالب بحقوق، والحقوق التي لم تساوي معها واجبات تغيب. هذه العملية نعلم منها، يعني عندنا ربما بدون ذكر أسماء نقابات تظهر نقابات مرة وأخرى، ولكن ولا جمعيات نسميها جمعيات، لكن في المحصلة في النهاية تندرج ضمن خانة معينة. كان الناس تعاني من الاتحاد العام للعمال الجزائريين على أساس أن الفرع النقابي فيه ما يقومش بوظائف، لا يقوم بوظائف وتابع للدولة، وإذا به تظهر نقابات تدعي ربما أنها مستقلة، ولكن في ذات الوقت تتخندق بصورة أو بأخرى وتصبح العملية نفسها. إذا المشكلة الآن ليس مشكلة السلطة، مشكلة حتى الصحفي كحد ذاته، أين يتموقع،
كيف يستطيع أن يتحصل على حقوقه؟ كيف يستطيع نعم ذهنية عملية ذهنية يعني عملية التحرر، حتى أن يقول لك أنك إذا أردت أن تتحرر لابد أن تتحرر نفسيا وتخترق حاجز الخوف. إذا الإنسان بقى في نفس المشكل في نفس الحلقة المفرغة، نرجع دائما للإشكالية اللي رانا نطرحها، وهي إشكالية حرية التعبير وإشكالية كذلك ممارسة المهنة. يعني باختصار أنا حبيت فقط نعرض على نقطة، وهي نقطة العلاقة والجدلية الموجودة بين السلطة والسياسة ومسؤوليات الصحفي بصورة عامة. فأعتقد بأن الإشكالية ما زالت بعيدة المستوى إلى غاية ربما نضوج نخبة، نضوج كذلك تفكير اجتماعي يوصل إلى مرحلة معينة بحيث أن دور المجتمع المدني يفعل، دور الصحفي يفعل، دور الآليات الأخرى. بطبيعة الحال أنا أعتقد مسألة الفساد ليست حديثة، هي قديمة قدم التاريخ وقدم الزمان وموجودة دائما ستبقى. مسألة الأخلاق كذلك، مسألة حرية التعبير وعلاقة السلطة بالمجتمع تبقى، لكن مسألة مدى نوصل إلى صحفي قادر وناضج وواعي يستطيع أن يتجاوز كل هذه الصعاب، هذه مسألة ما زال يعني لابد لها من عمل ولابد لها من تحفيز ولابد لها من دورات حتى تكوينية بما لا بين الصحفيين في حد ذاتهم يستطيعوا أن يبين للصحفي بأن مسؤوليته ليست فقط مسؤولية مادية أجر يتقضى عليه راتب، هي مسؤولية اجتماعية ومسؤولية أخلاقية في ذات الوقت. يعني هذا باختصار. قبل ما نعطي الكلمة للأستاذ تيجاني علاهم كان دائما أستاذ حكينا صوت يعني نسوي ومرأة مناضلة، يعني الحقيقة مش نشكروا فيها هيك قدامنا. هاي يعني كما نقولوا احنا لو مجتمعنا مازال يعرف الحقيقة، دائما نقولوا فيها المقولة الاجتماعية المجتمع يعرف، لأن نفسه الثاني اللي هو المرأة ما زالت ماهيش كما نقولوا احنا ماهيش تقدم اطارها الانساني، يعني الدور الانساني للمراه والمكانه السابقه يتجاوز بعض الامور الكلاسيكيه، الامور الحضانه و اذا سكينه معنا هنا راهي تناضل، راهي مع النهار تيفي ومع النهار جريده، وراهي يعني كاش خبر تسمع بها هذيك المده بركه غير قال واحد يحدث فيها اول ما جاء تنسال انا كانت حرقه الحريق في السوق، قال له كاش اقل من ساعه جات سكينه بعد رغم ما تسكن تقريبا 10 كيلومتر يعني واكثر بعيدا عن المنى. سكينه يعني حتى لو كلمه مختصره يعني بهذه المناسبه ماذا بينا نسمع صوتك. السلام عليكم وصحة تدخل كبير ولا حاجة تجربة من ذلك غير أنا لازم ناخذ طريقة هذا ممكن لازم نتبنى حتى حاجة هي بس حاجة ما عندي أمل منه وجاي صحفيين ولا مراسلين صحفيين أو إعلاميين أو حاجة في الوقت حاجة ومين هذا أن نتكتب مع بعضنا ويكونوا ما يكونش ناس فيها وناس فيها أصدقاء مش أعداء وأصدقاء كما قالوا مش أعداء لأنه إحنا بينا واحد عندنا أسلوب واحد يجي خبر نعلمه بعيدتنا الخبر يوصل لأعلى مستوى ما يهمنيش أنا مثلا نخرج بعدين أنا صحفية في النهار مين خرج في النهار خرج في المهم يوصل أنا عندي هدف مهم يوصل لأعلى مستوى ويتحل المشكلة تاع المواطن ولا مشكلة تاع الشخص ولا الفلاني وحاجة إنه نديروا حاجة احنا يعني في الواد هنايا ولا قال ممكن نكونوا مجموعة نغيروا حالنا مش حال الحال احنا كصحفيين حال انا واحدة من مثلا انا طفلة كما قالوا نخرج ما نخليش عندي حدود مثلا حتى الصحفيين ما نخليش عندنا حدود الصحفي مش في المكتب أنا ماني نمشي حاجة أسمها الصحافي في المكتب يقعد يستنى فصلي من الولاية فصلي من الحماية المدنية ولا فصلي من الخل بتاع خلايا الإعلام أصلا مش عمل صحافي إنه واحد يجي وينقل وجهه ولا نزل أخرج شوف القرى اللي راهي برا شوف أصل أنا كنت مثلا في إبراهيم على البعض الطريق تكتاك بالقشة وصلتها حدود مغير حدود مناطق لازم توصل بالصعب على بالك الأكثر تجوالا في القرى وذاك الواحد من الضوائر كنا منطقة كاشفية روح للقرى حتى تفتح واحد المشاهد يسكن في الجرايد
واحد أوضاع تقول هيك خاصة الكاش في الجزائر كلها. لا لكن لا مع الصعوبات شوي تعتبر بالطريق تاعك وبعد الأخوان راهي تحتاج تنمية لارتباط. يعني كان مثلا هذه الرحلة من القرى أصلا بها وانسى كان مثلا خاصة من هنايا في التحرير أو في الجزيرة راهي فيها مادة إعلامية ما كانتش لها وانسى هي 18 من القرية وكل قرية عندها قدوسية وفيها واحد الممارسة.